السلام عليكم تعالى بركاته. معكم قناة تاريخ يروى. موضوعنا اليوم: حين يهزم الضعيف الجبابرة، كيف يسقط الله الطغاة بأبسط مخلوقاته؟ ليست نهاية الجبابرة دائما كما يتخيلها الناس، جيوش جرارة أو معارك عظيمة أو أسلحة مدمرة، بل إن سنن الله في الكون كثيرا ما تكسر هذه التوقعات، فتجعل نهاية الطغيان على يد أضعف المخلوقات. وكأن في ذلك رسالة عميقة، أن القوة الحقيقية ليست فيما يراه البشر، بل فيما يقدره الله عز وجل. فرعون الذي ادعى الألوهية وتجبر في الأرض لم تنهيه جيوش ولا ثورات، بل انتهى غريقا في الماء الذي كان يراه وسيلة قوة. وكذلك النمرود الذي تحدى قدرة الله، قيل إن نهايته كانت على يد بعوضة صغيرة دخلت رأسه فأذلته. وأما قارون الذي اعتز أو اغتر بماله لم يحارب، بل خسف به وبداره الأرض. وكأن الأرض التي مشى عليها متكبرا ابتلعته في لحظة. وأما أبرهة الذي جاء ليهدم الكعبة المكرمة الشريفة بجيش عظيم، فقد هزم بطير الأبابيل ترميه بحجارة من سجيل، حجارة صغيرة لكنها كانت كفيلة بإهلاك جيشه. وكذلك الأحزاب الذين اجتمعوا على قوة المسلمين، فرقتهم ريح لا ترى، لكنها أنهت غرورهم وجبروتهم. وفي العصر الحديث تروى قصص كثيرة عن نهاية المتجبرين. كما قلت، في العصر الحديث تروى قصص كثيرة عن نهاية المتجبرين بطرق غير متوقعة يتناقلها الناس للعبرة، وإن كان بعضها يحتاج إلى التثبيت من صحته، لكن الفكرة الثابتة التي لا تتغير أن الطغيان مهما بلغ نهايته حتمية، وإن الله قد يجعل أضعف الأسباب طريقا لإسقاط أعظم المتكبرين. هذه القصص ليست مجرد حكايات، بل هي رسائل أن الظلم لا يدوم، وأن القوة ليست في العضلات ولا في المال ولا في السلطة، بل في الحق، وأن الإنسان مهما تجبر يظل ضعيفا أمام قدرة الله عز وجل، وقد يهزم بسبب شيء لا يخطر له على البال. وفي النهاية يبقى السؤال الذي يثير الجدل والتأمل: هل نحن فعلا نفهم معنى القوة كما ينبغي، أم أننا لا نزال نقيسها بالمظاهر، بينما الحقيقة تكتب بسنن خفية لا يدركها إلا من تأمل؟ وفي الختام لا تبخلوا بالاشتراك في القناة وضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.